السلام عليكم، أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets for second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lost of DS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 11 من الموسم الجديد من قصص ميز. قضية النهاردة هنتكلم فيها عن حدث بشع جدا لدرجة إن البنت الوحيدة اللي نجت منه ما كانتش قادرة تتكلم بعد ما الناس لقوها خارجة من الغابة وهي مشوشة وغرقانة دم. اسم حلقة النهاردة رحلة الموت. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في سنة 1993 كان عمر لودميلا كورافينا 41 سنة، وكانت مدربة روسية بتدرب الناس على المشي في الطبيعة وتسلق الجبال، وكانت دايما بتتعرض لانتقادات شديدة من زمايلها بسبب طريقتها العنيفة في التدريب، وده لأنها كانت بتحط طلابها في مواقف خطيرة جدا في البرية من غير حتى ما يكونوا مستعدين لكده. ولكن طلابها كانوا معجبين بيها جدا، وده لأنها كانت شجاعة وهي بتتسلق الجبال، وكانت دايما متيقظة للأحوال حواليها، وكانوا دايما بيحسوا بالأمان وهي موجودة معاهم في المخيمات. وبالنسبة لهم كانت كالأم الحنونة واللي بتهتم براحة طلابها قبل راحتها الشخصية. الطلاب السابقين بتوعها قالوا إن الإرشاد اللي حصلوا عليه من لودميلا اتجاوز مجرد تدريبات على المشي في الجبال، وقالوا إن هي علمتهم طريقة التفكير الإيجابية واللي حملوها معاهم في حياتهم الشخصية، وأشاروا إن الطريقة دي هي كانت السبب الرئيسي في نجاحهم في الحياة العامة بعد كده. في صيف سنة 1993 كان من المقرر إن لودميلا هتقود بعثة لجبل هامار ديبان في شرق سيبيريا، وهو واحد من أقدم الجبال على الكوكب. وكان هيتشارك في الرحلة دي 6 من الطلاب المتمرسين في المشي في الطبيعة، واللي بيتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة. وكان واحد من الطلاب دول هو شاب بيبلغ من العمر 23 سنة اسمه ساشا. وبالرغم من إن ساشا ما كانش ابن لودميلا بالمعنى الحرفي، إلا إنها كانت بتدعيه بإن هو ابنها، وده لأنها كانت مربياه من لما كان طفل صغير. وكان ساشا بينظر للودميلا كأنها أمه. ساشا كان الشخص الأكثر لياقة بدنيا وكفاءة بين الطلاب الستة، وكان هيكون هو المساعد للودميلا في الرحلة دي. وكان الطلاب الأربعة التانيين هما تاتيانا واللي عمرها 24 سنة، ودينيس واللي كان عنده 19 سنة، وفيكتوريا اللي كان عندها 16 سنة، وتيمور اللي كان عنده 15 سنة، وفالنتينا اللي كان عندها 17 سنة. فالنتينا هي كان السبب اللي خلانا نعرف الأشياء البشعة اللي حصلت في الرحلة دي للمجموعة. في يوم 1 أغسطس سنة 1993 سافرت لودميلا ومجموعتها على متن القطار السيبيري لعابر القارات في كازاخستان. وفي نفس اليوم ده وصلوا لبلدة اسمها مورينو على الجانب الشرقي من سيبيريا في الطرف الجنوبي، واللي موجودة عند قاعدة سلسلة جبال هامار دابان. الرحلة ما كانتش تعتبر رحلة خطيرة، وكانت رحلة صغيرة نسبيا، وأقصى ارتفاع ليهم كانوا هيوصلوا له هو 2400 متر، واللي ما بيعتبرش ارتفاع خطير. وفي فصل الصيف ده كان موجود ناس كتير من المتنزهين في المنطقة الجبلية، بالإضافة إن توقعات الطقس في الوقت ده كانت كويسة جدا. الأجواء كانت دافية وصافية في فصل الصيف. قامت لودميلا بتخطيط مسار للرحلة، واللي بدأ بره بلدة مورينيو، وكان المفروض إن هما هيبدأوا بجانب بحيرة بايكال، ومن هناك كانوا هيتحركوا ناحية الشمال عبر ممر جبلي خالي من الأشجار ومليان بالصخور والأعشاب لحد ما يوصلوا لهامار ديبان. وهناك كان المفروض إن هما هيخيموا ويستريحوا قبل ما يرجعوا تاني. مجموعة لودميلا ما كانتش المجموعة الوحيدة اللي رايحة لجبل هامار ديبان، بل كان في مجموعتين تانيين ماشيين على مسارات متشابهة للوصول للجبل. من ضمن المجموعتين دول واحدة منهم كانت بتقودها بنت لودميلا واللي كان عندها 16 سنة، واللي كانت مخططة مع والدتها إن هما هيلتقوا في الغابة لما ينزلوا من الجبل.
وبعد المجموعة ما باتت ليلة في مورينيو صحيوا تاني يوم الصبح بدري وانطلقوا لبحيرة بايكال. وكان الجو رائع في اليوم ده، وكانوا كلهم متحمسين للبداية في الرحلة. ولكن بعد الظهر في نفس اليوم بدأت الأحوال الجوية تسوء، وابتدوا يكتشفوا إن توقعات الطقس كانت غلط تماما. فبمجرد إن هم ارتفعوا فوق خط الأشجار بدأت درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، وبدأت الأمطار والثلوج تقع عليهم. استمر الطقس العاصف ده على مدى الأيام القليلة اللي بعد كده، واللي بدأ يأثر على معنويات المجموعة. ولكن لودميلا كانت محترفة وكانت اتسلقت الجبل ده في ظروف أسوأ قبل كده، وعلشان كده بدأت تحاول تحفز المجموعة وتقول لهم إن الأمور دي بتحصل وإنهم مستعدين ومتدربين كويس وإنهم هيكونوا كويسين. وحاولت تحافظ على النفسية الإيجابية بتاعتهم علشان يستمروا في التسلق. وكلامها ده كان كافي لإلهام المجموعة إنهم يكملوا في طريقهم. وفي يوم 4 أغسطس بالليل، واللي كان بعد 3 أيام كاملة من المشي، وصلوا للغابة اللي كان مخطط ليهم الاجتماع فيها مع المجموعة التانية اللي بتقودها بنت لودميلا. وبعد الغابة دي كان الجزء الأخير من الرحلة هيكون صعب، وده لأن المكان ده في الجبل كان مفتوح ومفيش فيه أشجار عشان تحميهم من الرياح أو المطر أو التلج. وعشان كده الصعود في الجزء ده كان هيكون صعب جدا. ولكن طلاب لودميلا ما كانوش عايزين يطلبوا فترة للراحة، وكانوا عارفين إن لودميلا كان لها أسلوب خاص في الرحلات. فهي شخص بيؤمن تماما إن الواحد لازم يتحمل آلامه والتعب والبؤس اللي فيه عشان يوصل للي هو عايزه. فكانوا مندهشين جدا لما لودميلا وقفت والتفت وقالت لهم إن هم هياخدوا فترة راحة وهيخيموا في المكان ده في الليلة دي. محدش كان عارف ليه لودميلا خدت القرار ده، وقرارها ده كان يعني إن هم هيوصلوا للقمة تاني يوم. وحتى مع القرار الغريب ده المكان اللي لودميلا اختارته عشان يخيموا كان غير منطقي. كان مكان في وسط الجزء المفتوح تماما من الجبل، واللي ما كانش فيه أي أشجار تحميهم من الرياح والتلج والمطر. وبيقال إن هي لما شافت طلابها مرهقين جدا فقررت إن هم لازم يباتوا هنا بالرغم من المكان الغير مناسب. وبيقال برضو إن الخريطة اللي معاها ما كانتش دقيقة جدا، وعلشان كده فهي ما كانتش غالبا عارفة مدى قربها من القمة. وده لأن على بعد أمتار قليلة منهم كان في مكان مناسب للتخييم فيه حطب ومكان للراحة. وما كانوش عارفين ليه لودميلا ما نزلتش للغابة تاني وقررت تخيم هناك وسط الأشجار. فالغابة كانت بتبعد 2.5 كيلومتر بس من مكانهم الحالي، وده ممكن يدل إن هما كانوا مرهقين جدا لدرجة إن هما ما كانوش هيقدروا يكملوا الرحلة حتى للغابة. وهناك وفي المكان المفتوح ده بدأوا يركبوا خيمتين متهالكتين وبدأوا يشعلوا النيران عشان يعملوا وجبة دافية. وبعد كده وبعد الغدا كلهم دخلوا الخيمتين بتاعتهم واحتموا وسط الخيمتين دول من الرياح الشديدة. وفي الليلة العاصفة دي بدأت الرياح تزيد وهما كانوا مكشوفين تماما في القسم المفتوح من الجبل. وعلى حوالي الساعة 2 بالليل واحدة من الحبال اللي كانت مثبتة الخيم اتقطعت، فبسرعة خرجوا برا الخيمة وربطوها ورجعوا تاني. وعلى حوالي الساعة 4 بالليل وبسبب شدة الرياح بدأ جزء من الخيمة يطير في الهواء، وبدأت المية والتلج يدخلوا جوه الخيمة. فالطلاب خرجوا برا وركبوا الأوتاد تاني في الأرض، ولكنهم كانوا نايمين في الليلة دي في فرش كله مية. الموقف كان خطير جدا بالنسبة لهم، ولكنهم في الآخر قدروا يناموا. وعلى حوالي الساعة 10 الصبح صحيت لودميلا وبصت برا الخيمة وشافت إن كل حاجة كانت متغطية بالتلج، وكانت عارفة إن هم واصلين لمرحلة خطيرة جدا من التجمد، وإنهم لو ما قدروش يتدفوا بسرعة فممكن يكون خطر على حياتهم. وهنا صحت كل الطلاب وقالت لهم إن هم لازم ينزلوا للغابة في أسرع وقت ويشعلوا النيران هناك. كل الطلاب وافقوا وبدأوا يلموا حاجاتهم ويشيلوا الخيم بتاعتهم وينزلوا من على الجبل في صف واحد. وهنا تم القرار إن هما مش هيكملوا رحلتهم ويوصلوا لقمة الجبل، وكان من المفترض إن هما هيتقابلوا مع بنت لودميلا في الغابة، ولكن ده ما حصلش. وبعد مرور 4 أيام وتحديدا في يوم 9 أغسطس
كان مجموعة من الأشخاص الأوكرانيين راكبين في مركب صغير وبيبحروا في النهر اللي قريب من جبل هامارديبان. هما ماشيين كانوا بيتفرجوا على المناظر الطبيعية المحيطة بالجبل، وفجأة رئيس المجموعة دي شاف حاجة غريبة بتتحرك على شماله في وسط الغابة. فبسرعة التفت وبدأ يشك إن هو شاف حد بيتحرك هناك. وبعد التحقق من الموضوع لاحظ إن في بنت هناك واقفة على حافة الغابة وبتراقبهم من غير أي علامات على وشها، وكانت متغطية تماما بالدم. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, кошечка. طبعا المجموعة لما شافت كده اترعبوا، وفكروا في البداية إن هم يسيبوها وما يبصلهاش ويمشوا، ولكنهم بسرعة قرروا إن هما ما ينفعش يسيبوا البنت دي كده ولازم يساعدوها. وعلشان كده ركنوا المركب ونزلوا بسرعة وبدأوا يجروا في اتجاه الغابة عشان يشوفوا البنت دي. منظرها كان مرعب وكانت غرقانة تماما بالدم، ولما سألوها لو هي كويسة ما كانتش بترد ولا بتتحرك. وبعد محاولات كتير منهم إن هما يهدوها ويقنعوها إن هي دلوقتي بقت كويسة وإنهم مش هيأذوها وإنهم عايزين بس يعرفوا إيه اللي حصل لها، فضلت البنت ما بتنطقش بولا كلمة. ولما لقوا البنت في الحالة دي من الصدمة فنقلوها للمركب بتاعتهم وبعد كده ودوها للمدينة، وهناك بلغوا السلطات. وبعد كلام السلطات معاها بدأت البنت تتكلم. قالت لهم إنها عندها 17 سنة وإن اسمها فالنتينا يودتشينكو، وإنها كانت جزء من مجموعة لتسلق الجبال مكونة من 7 أشخاص. ولما سألوها عن إيه اللي حصل لها وفين مجموعتها قالت لهم على اللي حصل في يوم 5 أغسطس الصبح، وده كان نفس اليوم اللي لودميلا والمجموعة بتاعتها قرروا إن هما ينزلوا للغابة. فالنتينا قالت لهم إنها صحيت في اليوم ده وخرجت من الخيمة وشافت لودميلا وهي قلقانة جدا. ولما اتكلمت معاها لودميلا قالت لها إنهم المفروض يمشوا بسرعة من المكان وينزلوا للغابة ويشعلوا نار، وطلبت منها إنها تساعدها في إنها تصحي باقي الطلاب. وبعد كده فالنتينا دخلت الخيمة وصحت بقية الطلاب، وسرعان ما كلهم قاموا وحزموا أمتعتهم وكانوا في صف واحد ماشيين في اتجاه الغابة. ولكن بعد ما مشيوا 10 متر على الأقل ساشا وقع فجأة في الأرض، وبسرعة باقي الطلاب جريوا عليه عشان يقوموه ويساعدوه. ولكن فالنتينا واللي معاها شافوا إن عينيه كانت مبرقة جدا وكان واضح عليه الرعب، وبدأ الدم يخرج من ودانه وبقه ومناخيره، وفجأة ما بقاش يتنفس. وبدأت لودميلا تجري وتصرخ وتحاول البحث عن نبضه وتحاول تعمل له الإنعاشات اللازمة، ولكنه مات. لودميلا كانت في حالة من الصدمة وهي قاعدة في الأرض وماسكة جثة ساشا. المجموعة ما كانوش عارفين يعملوا إيه في الوقت ده وبدأوا يبكوا. وهنا لودميلا بدأت تستجمع قواها وقالت للمجموعة يتوجهوا ناحية الغابة ويشعلوا النار وإنها هتفضل مع ساشا. ولكن فالنتينا قالت لها إنهم مش عايزين يسيبوها لوحدها وطلبوا منها يقعدوا معاها، ولكنها رفضت وأمرتهم بالنزول للغابة وإشعال النار. فقرروا إنهم هيعملوا زي هي ما بتقول ولكنهم هيرجعوا تاني عشان ياخدوها. ولما المجموعة سابوا لودميلا مع ساشا وبدأوا ينزلوا للغابة، بعد خطوات قليلة بس بدأوا يسمعوا صوت لودميلا وهي بتصرخ وبتطلب منهم إنهم يرجعوا، وبسرعة جريوا عليها تاني. وفي الوقت ده فالنتينا كانت في المقدمة، ولاحظوا إن لودميلا كانت بتنزف من ودانها ومراخيرها بقها وبتصرخ، ومن غير أي كلمة لودميلا وقعت في الأرض وماتت قدام عينيهم. هنا بدأ الهلع يجري ما بين صفوف الفريق. مجرد فالنتينا ما بصت وراها عشان تشوف بقية أفراد فريقها لقت إن كلهم كانوا بيعانوا من نفس الأعراض
ومرميين في الأرض وبينزفوا من وشهم. وبسرعة توفت فيكتوريا واللي كان عندها 16 سنة، وبعدها تاتيانا واللي كان عندها 24 سنة. بعد كده فالنتينا شافت تيمور واللي كان عنده 15 سنة بيقع على الأرض هو كمان بيموت. فالنتينا الوحيدة اللي مكانش عندها حاجة، وكانت بتبص حواليها وكل زمايلها بيموتوا، لكنها لاحظت إن دينيس هو الوحيد اللي كان قادر يتكلم بالرغم من إصابته، وقال لها إنها المفروض تاخد الشنطة بتاعتها وتاخد كل اللي محتاجاه وتنزل بسرعة للغابة، وإن هو هيحاول يقابلها هناك. فالنتينا وافقت بسرعة وخدت الشنطة بتاعتها وجريت في اتجاه الغابة، ولكنها لما لفت وبصت على دينيس لقيته مات. وهنا بدأت تعرف إنها لوحدها تماما في الموقف المروع ده، فاتجهت لواحدة من الصخور الكبيرة وحطت كيس النوم بتاعها هناك ونامت. ولكنها بعد فترة قصيرة صحيت، وكانت الدنيا ليل، وكانت العاصفة ازدادت جدا. فالنتينا كانت مرعوبة إنها ممكن تموت زي زمايلها، ولكنها اتمكنت من الصمود لحد اليوم التاني. وبعد ما صحيت قررت ترجع للمكان اللي فيه زمايلها عشان تشوف ايه اللي حصل لهم. وهناك لقيتهم كلهم مرميين في الأرض وميتين في نفس المكان اللي سابتهم فيه امبارح. فقررت تقرب منهم وتغلق عيونهم، وودعتهم وبدأت تنزل الغابة تاني، وبدأت تتجول في الغابة لمدة 4 أيام آملة على العثور على أي شخص إنه ينقذها. وبعد فترة طويلة بدأت تسمع صوت النهر، وهناك فضلت ماشية ورا الصوت ده لحد ما طلعت من الغابة وقابلت المجموعة الأخرانية. وبعد سماع السلطات لقصة فالنتينا المرعبة وعلمهم بوجود مجموعة من المتنزهين الميتين على الجبل، أطلقوا فريق بحث عشان يدوروا على جثثهم. الأمر استغرق أكتر من شهر، وهناك لقوا جثثهم الملتوية ووجوههم المشدودة بتعابير الرعب والألم، ولاحظوا إن جثثهم كانت بدون أحذية وعيونهم ما كانتش موجودة. الطب الشرعي بعد التشريح ما قدرش يوصل لاستنتاج حاسم بخصوص سبب الوفاة، غير إن الانخفاض الحراري ساهم في الموضوع، إضافة لنقص البروتين في أجسادهم على الرغم إن هم أكلوا كويس في اليوم اللي قبله. ولاحظوا إن الرئة بتاعتهم كانت متجرحة، ولكنهم ما وصلوش للسبب. الغريب إن كل الناس الأصحاء دول ماتوا بالطريقة المرعبة دي، وفالنتينا ما حصلش أي حاجة. وتم قفل القضية وتفسير الوفيات إنها كانت بسبب الانخفاض الحراري، وإنه كان حادث عارض. ولكن دي مش هي المرة الأولى اللي حصل فيها حاجة زي كده في روسيا. ففي سنة 1959 توجه 9 متسلقين روس لجبال الأورال في الاتحاد السوفيتي لمدة 16 يوم، ولكن بعد حوالي 10 أيام من المشي وصلوا لمكان يجب عليهم اجتيازه قبل الطقس السيء ما يوصل لهم. وهناك بدأوا يتسلقوا ممر ديادلوف، ولكنهم بعد كده لقوا المجموعة دي ميتة وفاقدين أجزاء من جسمهم، وجسمهم كان بيحمل الإشعاع. ودي هي الحادثة الشهيرة باسم معبر دياتلوف. ولحد دلوقتي احنا منعرفش ايه اللي بيسبب الموت البشع واختفاء المتسلقين في روسيا بالشكل ده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.